السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى من الله أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم فيديو جديد ونهار جديد على القناة. إذا كما كتشوفوا حلوة الزمن الجميل، حلوة ديال ريشبون بالطريقة التقليدية بدون أي إضافات، بدون أي إضافات جديدة، يعني من هاد الإضافات اللي ولات دابا على الطريقه التقليديه ديال والدينا. مذاق رائع، والاهم بدون زبده، وكتجي فتيه كتذوب في الفم. غير تبعوا الفيديو باش تعرفوا على الطريقه والمقادير، وفرجه ممتعه. وما تبخلوش على اختكم بلايك الى عجبكم الفيديو اكيد. بسم الله على بركه الله. غنبداو ان شاء الله في المقادير والطريقه. وكما سبق لي وقلت لكم، هذه الطريقه التقليديه الاصليه اللي كانوا كيخدموا والدينا بدون اي اضافات. غادي نحتاجوا فيها ان شاء الله بالنسبه لهاد العبارات. راه الكاس ديال العنبه، عندي كاس ديال الزيت النباتيه، عندي كاس ديال السكر السنيده، عندي 3 البيضات درجه حراره المطبخ، عندي الفاني. هنا سكر الفاني انا عندي بالعبار، نتوما ممكن تستعملوا الساشيه، ممكن تستعملوا السائل اللي بغيتو. عندي هنا خماره ونص من فئه 8 غرام، اولا البيكين باودر بما يعادل 10 غرام. وعندي الدقيق حسب الخليط تقريبا من 500 حتى 600 غرام. عندي الكوك اللي غادي نفندو فيه هاد الريشبوند. وعندي الكونفيتور ديال الحلوه، ضروري كونفيتور الحلوه وماء الزهر، راني مازال ما نزلتوش هنا. اذا نبداو في الطريقه ان شاء الله. بسم الله. اول الحاجه اللي ما قلت لكمش هي راه عندي قبيصه ديال الملحه هنا. اول حاجه غادي نديروها بسم الله هي غادي نهرسوا في البيض. هذه راه الطريقه الاصليه. دابا راه تبارك الله ضافوا عليها بزاف ديال الاضافات، كل واحد باش كينسمها، كل واحد باش كيشكلها. انا غادي نديرها لكم بالطريقه الاصليه. ضيفوا السكر. بالنسبه للسكر ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا، لكم الاختيار. علاش؟ لان غادي نضيفوا لها في الاخر سكر، هذاك الكونفيتور تيكون شويه حلو، ما تكثروش الحلاوه. هنا غندير الفاني. بالنسبه للفاني هذا شويه مركز شويه مجهد، يعني كنضيفوا جميع المقادير، ما فيهاش المراحل بزاف. صافي وغنبداو تنخلطوا بسم الله بالطريقه العاديه هكا. غير بيدي انا خدمت معكم كما قلت لكم بالطريقه البلديه، يعني ما غاديش نخدم بلا باتور لا بالطراب لا حتى شي حاجه. وكنتمنى من الاخوات او الاخوان كل واحد وكيفاش اللي وصلتوا حتى لهنا، كنتمنى انكم ما تبخلوش على اختكم بلايك وبارطاج القناه الا شفتوها انها كتستحق. واللي مازال ما اشتركتش عندي كنتمنى انها تشترك وتفعل عفوا زر الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. وهذا طبعا كله فضلا وليس امرا. اذا صافي هنا صافي. دابا غنبداو كنضيفوا الدقيق شويه بشويه والخمارات. صافي حنا خدمنا مزيان، حسينا بيدينا لان هذاك السكر داب. دابا غنضيفوا الدقيق شويه بشويه بسم الله هكا. وغادي نضيفوا الخمارات. الخماره الاولى غادي نضيفوها كامله كما كتشوفوا، والخماره الثانيه غنضيفوا فيها فقط النصف. صافي تقريبا 10 غرام كما قلت لكم هكا. وتبارك الله راه هذه الكميه كتخرج كميه اللي هي تبارك الله كثيره. غنحاول انني نخلط العناصر. بالنسبه لهاد ريشبوند العجين ديالها خصها تكون شويه مرخوفه باش كتجينا هشيشه، لان ما غنخدموا فيها لا زبده لا حتى شي حاجه، فقط الزيت والسكر والبيض. وخصها تجينا رطبه وفتيه كما كنا كناكلوها في صغرنا. دابا هنا كنضيفوا واخا كتعلكوها ما تخافوش منها لان ما فيها لا زبده لا حتى شي حاجه، واخا تعلك. اللي مهم في هادشي كامل هو اننا العجينه تكون رطبه ومرخوفه. صافي وكنضيفوا طحين، ما تكبوش بطبيعه الحال في مره واحده. بالنسبه للدقيق ضروري يكون جوده مزيانه، يكون الدقيق ديال الحلويات وتكون نوعيه ممتازه. اذا شفتوا هانتوما العجينه ضروري انا جمعتها، ضروري العجينه تكون كتلصق باليد. هانتوما شفتوا تكون كتلصق باش تجينا هشيشه. صافي دابا هنا غادي ناخذ الطاوه وغنبدا كنكور العجينه ديالي. هانتوما انا فرشت ورق الزبده. نتوما الا ما كانش عندكم ورق الزبده ممكن ديروا دهنوها بالزيت فقط. الطاوه الكرات غنديرهم صغيورين بزاف لانني انا غنلصقهم. غادي نديروا هذه الطريقه القديمه، اما كتسمى حلوه ريشبوند اما كتسمى وقتاش تلاقينا.
كنتمنى بزاف اللي كيعرف هذا الاسم هذا، اكيد راه بنت خالتي حتى هي كتعرف هذا الاسم. وقتاش تلاقينا حليوه، وقتاش تلاقينا يعني شي حاجه زوينه كتجيب ديك الطريقه البلديه، ما بغيتش نغير فيها نخليها كيف ما هي يعني. والكرات ضروري يكونوا صغيورين باش تجينا ديك الحلوه تجينا حلوه. ها نتوما شفتوا راهم صغيورين باش منين نبغيو نلصقهم، حيت هي تبارك الله مع فيها الخميره غادي تفيض لينا. اذا نحاولوا اننا نصغروا. في هذه الاثناء انا الفراره دايره كيسخن على درجه حراره 180، مشعله عليه غير من التحت حتى طيب ليا الحليوه، وعاد نشعل عليها من الفوق تحمر. بالنسبه للحلوه ما تخليوهاش تحمر بحال راكم غادي تحطوها يعني مباشره صافي في التبصير، وانما شويه كيبقى اللون ديالها ذهبي. وبالنسبه للفران ديال الغاز غتشعلوا عليه من التحت وديروا عافيه تكون مهيله مقتوله، تخليوها حتى طيب من التحت وتشعلوا عليها من الفوق ديك الساعه تحمر. اذا نتلاقاو من بعد ان شاء الله فاش طيب. اذا ها انتم اخواتي شفتوا ما عرفتش علاش كتبان كبيره، المهم راه صغيره مره. ها انتم شفتوا صغيره في خطره. صافي دابا ندخلها للفران ونتلاقاو ان شاء الله من طيب. صافي هنا من بعد ما طابت لنا الحليوه كي جبتها غير نوريكم كيفاش دايره. ها انتم شفتوا انا كنحمرها واحد شويه، ما كيعجبنيش تبقى بيضه، لان ملي كتزيد تبزق بداك الكونفيتير كتولي بحال العجينه. كندير لها واحد اللون اللي ذهبي. ها انتم من التحت ومن الفوق. ها انتم شفتوا صافي. دابا وشتيها صغيره واخا راه تزادت في الحجم ديالها. دابا غناخذوا واحد الكاسرونه كما كتشوفوا عندي هنا. هذه فيها هانتوما نتمنى يكون واضح لكم. ها هي 300 غرام ديال الكونفيتور. هانتوما دابا هي مع البرد كتكون جامده، ما هي راه جاليه ما فيهاش قطع ديال الكونفيتور. هذه خاصه غير بالحلوه. بعد والله ما عرفتش واش بصح نيت كونفيتور ولا غير مواد ونكهات، الله اعلم. المهم ان هذه هي اللي كتدار. وغندير واحد 4 كاس ديال ماء الزهر، غير 4 كاس هكا باش نطلقوا هذا الكونفيتور شويه. انا درتو هنا لا لي الضايع هكا صافي. هكا صافي. وغادي نشعل عليه فوق العافيه يغلي شويه وعاد نطلقوا. اذا صافي. ها نتوما من بعد ما ضروري خصو يكون سخون باش نديرو فيه ديك الحليوه باش تجينا فتيه. اذا بسم الله على بركه الله غنرمي دوك الحليوات. المهم الكميه اللي غتهز ليا هاد الكاسرونه صافي. هكا كنحاول انني نقلبهم هكا بهاد الطريقه ونرقدهم غير واحد شويه، واحد 2 دقائق ولا 3 غير باش كيشربوا لنا شويه داك الكونفيتور هكا بهاد الطريقه هادي. نحاول انني نقرب لكم سخون هكا. نجبد واحد صافي كما كتشوفوا هكا بهاد الطريقه صافي. وغنحاول انني نخدم يدي لان ضروري واخا هو شويه سخون الكونفيتور ضروري خصنا نهزوهم لاصقين هكا بهاد الطريقه وندوزو للكوك. هانتو اذا سخون شويه لان ضروري خصو يكون سخون، واذا برد ليكم عاودوا سخنوه باش كتجيكم ديك الحليوه فتيه بزاف هكا. ونحاولوا نفضوها من الكونفيتور بهاد الطريقه صافي. ودابا غادي المهم شي واحد حداكم يكون من الاحسن، لان اليد من تكون في الكونفيتور ما تكونش ما تقيسوش الكوك باش ما يتروش داكشي. هانتو شفتوا كيفاش كيجيو كنزلوهم وكيجيو صغيورين ما كيجيوش كبار هكا. وغنستمر حتى غنكمل هاد الحليوه ديالي كامله هكا. صافي هكا كما قلت لكم من الاحسن شي حد يعاونكم، لان ما خصش يديكم دار في الكونفيتور اون ميم طون دار في هذا في الكوك باش ما تشخطنش لكم الدنيا ويديكم داك الكونفيتور كامل يلصق في الكوك وكلشي غادي يضيع لكم. صافي هكا غنستمر حتى غنكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. اذا اخواتي ها هي الحليوه ديالنا وجدات. شوفوا كيفاش كتجي صغيره وكتجي متيوله وغزاله ما شاء الله. كتجي رائعه بزاف ما تشبعوش منها. اما المذاق والهشاشه فعلا تستحق. شوفوا قديش شفتوا قداش
كتجي هكا حلوه احسن من ان درناها بالطريقه اللي كانوا كيديروا والدينا، يعني بالطريقه ديال انها صغيره. دابا دخلوا فيها بزاف ديال التفننات ديال بالشوكولات بالفريز بهذه، وانا خليتها بالطريقه الاصليه ديالها. نتمنى انها تعجبكم اكيد. ها انتم شوفوا تبارك الله، شوف هادشي راه باقي يلاه صايبناها. ها انتم شوفوا كي كتفرتت، باقي يلاه صايبناها. ها انتم شفتوا باقي، يعني باقا اما هي ملي كتبات ما شاء الله، هي كل ما كتقدام كل ما كتعطي الروعه. دابا البرد واخا تخليوها غير فوق بوطاجي، اما ملي يكون الحراره وداكشي ضروري ديروها في الثلاجه، لان الكونفيتور باش ما يعطيكش الحماضه. اذا نتمنى من الله ان هذا الفيديو يعجبكم، واكيد الا عجبكم ما تبخلوش على اختكم بلايك وبارطاج للقناه الا شفتوها انها فعلا كتستحق. اذا لا تنسوا اني احبكن في الله حبا كثيرا. خليتكم في امان الله وحفظه.